بيبدأ الفيلم مع راهبة في الفاتيكان اسمها آن، وقاعدة مع الدكتورة النفسية، وبتحكي لها لما كانت بنت صغيرة ودايما بتقعد في أوضتها، وكانت بتصلي وتدعي لأمها علشان تخف من المس الشيطاني اللي عندها. لكن الأطباء شخصوا أمها إن عندها فصام، وبنعرف إن أم آن بتحبها جدا، وكل يوم كانت بتروح أوضتها وتغني ليها أغنية معينة وهي بتسرح لها شعرها بمنتهى الحب. لكن المس الشيطاني اللي عندها ساعات بيخليها واحدة تانية مؤذية لبنتها بدون شعور. وفي مرة هجمت آن وحاولت تقتلها، لكنها منعت نفسها بقوة وقتلت نفسها علشان تحمي بنتها. بعدها تم نقل آن لدار رعاية الأطفال تحت سن 15 سنة، ولما كبرت شوية بيلاقوها مغمى عليها في حالة سكر، وكمان اكتشفوا إنها حامل. وطبعا دار الرعاية طردوها، ولقت نفسها في الشارع بدون أسرة ولا حتى بيت. بعدها طردتها عيلتها المؤقتة اللي اتبنتها، وراهبات الكنيسة أنقذوا آن ونقلوها للمستشفى، ولأنها ما قدرتش تتحمل مسؤولية بنتها وديتها لعيلة تانية علشان يتبنوها. من بعدها فقدت الاتصال ببنتها وندمت إنها سابتها. بعدها آن قررت إنها توهم نفسها للكنيسة وتشتغل راهبة في الفاتيكان. وبعد مرور 10 سنين انتقلت آن لمدرسة بوسطن الدينية لطرد الأرواح الشريرة، ودي مؤسسة بتعلم الكهنة الشباب إزاي يحاربوا جيوش الجحيم. وبيكون جوه المدرسة غرف رعاية تحت إشراف الفاتيكان، وبيعالجوا فيها الأشخاص المشتبه فيهم إنهم ممسوسين، وبيتم حبس كل مريض في غرفة بأبواب مصفحة، ومحدش يقدر يفتح الأبواب دي غير بكارت مشفر. والغرف تحت المراقبة المستمرة من الأطباء والأخصائيين النفسيين وكمان الممرضين. بعدها بيجي دور الكهنة للتدخل بعد موافقة الكنيسة على طرد الأرواح الشريرة من أجسام المرضى. وبتكون وظيفة آن هي مساعدة الراهبات التانيين في رعاية المرضى، لأنها غير مؤهلة لطرد الأرواح، لأنه عمل صعب جدا ومحتاج خبرة ودراسة كتير. ومع ذلك آن بتتسلل وبتدخل الفصول الدراسية علشان تتعلم طرد الأرواح وتعرف معلومات أكتر عن الطقوس المقدسة. وبتكون معتقدة آن إن العمل في طرد الأرواح هيزودها تدين، ودايما عندها شعور بالتمرد على تقاليد الكنيسة، وحاسة إن عندها القدرة أكتر من غيرها على محاربة الشر. في يوم وآن بتراعي المرضى لقيت في مريضة جديدة وصلت للمؤسسة، وبتكون طفلة صغيرة اسمها ناتالي وعندها 10 سنين. والأطباء وصفوها أسوأ مريضة لأن عندها مس شيطاني وهي طفلة عندها 10 سنين بس. وآن بتقعد جنب ناتالي بتعاملها بلطف، وبتكون بترسم لقطر بديل يشبه الكلب. وناتالي بتحب آن، بيكونوا أصدقاء. وآن بتديها حلويات، وناتالي سألتها عن نوع الحلويات اللي بتجيبها، لكن آن قالت لها إنها ما تعرفش. وبتفرح ناتالي بوجود آن، وقالت ليها إنها الشخص الوحيد المفضل بالنسبة لها. وبالليل آن بتكون في السكن ومهتمة تعرف أكتر عن علم طرد الأرواح، وبتجيلها هلاوس وذكريات بأمها لما كانت ممسوسة. وفجأة الشباك بيتفتح وبتقوم تقفله، وبتشوف انعكاس صورة ناتالي، وبتبص وراها لكنها مش بتلاقي حاجة. وتاني يوم في المؤسسة آن بتكون ماشية في الطرقة وبتنسى حاجة، ولما بتدور بتلاقي ناتالي وراها. واستغربت آن جدا إنها قدرت تخرج من أوضتها. ولما سألتها قالت لها إن كل اللي عملته إنها فكرت بس تقابلها علشان تقول لها إنها عرفت نوع الحلويات اللي بتجيبها. بعدها آن بتوديها لحد أوضتها وبتمشي. لكن قصة ناتالي خلت إن عندها شغف أكتر لمعرفة معلومات ودروس عن طرد الأرواح. لكنها تاني مرة بتتسلل لمحاضرة من محاضرات الأب كوين، وبتقعد جنب الأب دانتي والأب ريموند، وبيشرح كوين عن حالة مستعصية استخدموا معاها كل الوسائل لكن ملهاش أي علاج، والحالة دلوقتي في مرحلة إيذاء نفسها واللي ممكن تموت نفسها في أي لحظة. وقال لهم إن طرد الأرواح معركة مش سهلة أبدا، لأن الشياطين جنود لوسيفر، وإن سلاح طرد الأرواح الوحيد هو قوة الإيمان. بعدها آن دخلت المكتبة علشان تبحث في الحالات المستعصية، لكنها مش بتلاقي حاجة. ولما سألت مسؤولة المكتبة عن أرشيف الحالات المستعصية قالت لها إن دي معلومات سرية ومش مسموح لحد أبدا إنه يطلع عليها. ولسوء حظها بتسمعها الراهبة أوفيميا وبتستدعي كوين وبتقول لها إنها اخترقت القواعد، وبتحذرها
إنها ممكن تنقلها من المدرسة، وده لو فضلت تحاول تتعلم طرد الأرواح لأنها لرعاية المرضى بس. بعدها آن دخلت غرفة راجل عجوز اسمه كلارك علشان تقوم برعايته، وبتحاول تكلمه وبتكون لطيفة معاه لكنه مش بيرد عليها. وفجأة بدأ يغني نفس الأغنية اللي أمها كانت بتغنيها قبل ما تموت. ولما سألته أنت عرفت الأغنية دي منين؟ رد عليها كلارك وقال كلنا كنا في انتظارك. وفجأة بتلاقي جسمه بيطلع دخان وبتخاف وبتحاول تخرج، لكن فجأة الباب اتقفل وآن بتسمع صوت أمها وهي بتغني في السماعات. وفجأة كلارك بيهجم وبيحاول يخنقها، وشه اتحول لشيطان وبيقعد يرقص معاها وهو شايلها، لكنها بتزقه وبتوقعه على الأرض، وبيرجع الراجل لوعيه وهو مستغرب. بعدها كوين وإفاميا راحوا لمدير المؤسسة ووروله تسجيل الفيديو لغرفة كلارك، وقال لهم إن الكيان الشرير بيحاول يوصل دلوقتي وبيحاول يوصل لآن، وإن وجودها بيستفزه. وواضح كمان إن في ارتباط معين بينها وبينه. وإفاميا طلبت إنهم ينقلوها للدير لحمايتها، لكن كوين قرر إن يعلمها طرد الأرواح في المحاضرات بشكل رسمي، والمدير فعلا بيوافق. وفعلا بدأت آن تحضر المحاضرات بشكل رسمي، وبيكون زمايلها مستغربين جدا من وجودها. وكوين بعد ما رحب بيها قرر ياخدهم لغرفة سرية في البدروم اسمها غرفة الجحيم علشان يطردوا الأرواح بشكل عملي، وبيفكرهم بالطقوس اللي المفروض يعملوها علشان محدش يتأذي. وبتتفاجئ آن إن الحالة المستعصية دي هي ناتالي، وفورا اتطوعت آن للدخول ليها، لكن كوين بيرفض وقرر إن اللي هيدخل لها دانتي وريموند. لكن أول ما بيدخلوا عند ناتالي بيتفاجئوا بملامحها المتغيرة، ولما بيقروا عليها الطقوس بتقفل ودانها وبتقلب عينيها وحاولت تهرب منهم وتجري على السقف. بيكون الكيان الشرير مسيطر عليها تماما. بعدها بتنزل وبتتجه عند آن وبتبص ليها من ورا الإزاز، بتحط إيديها على عينيها وبتظهر بالمنظر ده، وهددتهم إن دي نهايتهم. وهنا بيتدخل كوين بنفسه وقرر يواجه الشيطان، لكن ناتالي بتستخبى تحت السرير. بعدين بتخرج تهاجم كوين على طول وبتوقعه على الأرض وبيتصاب. وهنا آن بتتدخل وبتدخل تكلم ناتالي وبتهدى، لكن ناتالي بتقع على الأرض وبدأ شعرها يدخل في بقها وعلى وشك إنه يموتها. ودانتي وريموند لما بيروحوا يساعدوها فجأة بيلاقوا إيد بتخرج من بقها وبتدخل تاني. بعدها ناتالي بترجع لوعيها والشيطان بيكون خرج من جسمها. ودانتي بيلاحظ إن ناتالي رسمت صورة لواحدة حامل، وبياخد الصورة وبيقول لآن حس إن الرسمة دي عشانه هو، لأن أخته إيميليا اتعرضت للاعتداء وحملت لكنها فقدت الطفل، ومن وقتها سكن جسمها كيان شرير. وطلب من آن إنها تروح تعالجها في البيت بشكل سري زي ما قدرت تعالج ناتالي. وافقت آن، لكن طلبت منه إنه يساعدها في سرقة ملفات الحالات المستعصية علشان تدرسها الأول. وفعلا بيروحوا المكتبة وآن بتدخل تسرق كل الملفات، ولما بتروح السكن بتدرس كل الملفات اللي بتكون لحالات مستعصية، وكلهم انتهوا بالموت في النهاية بعد ما بيأذوا نفسهم بأساليب بشعة. لكنها بتلاقي ملف حالة اتعالجت فعلا وخرجت فعلا من المؤسسة، وبيكون للحالة دي شريط فيديو موجود في ملفها وبتحكي فيه إن الاحتلال في كولومبيا هجموا على بيتها وقتلوا أختها، لكنها هربت وسابت أختها. والشيطان فضل يسمعها صوت الرصاص علشان يسيطر عليها لحد ما أذت نفسها وفقدت جزء من وشها وركبت وش صناعي. وفعلا بتروح مع دانتي لبيته وبتعمل الطقوس وبتدخل غرفة إيميليا، وأول ما بتلمسها إيميليا بتتنفض والمروحة بتشتغل بسرعة مهولة، وبطن إيميليا بدأت تتحرك وفي حاجة عاوزة تخرج منها، وبتفضل إيميليا تتعذب وبطنها بتتنفخ. لكن آن بتفضل تكلمها زي ما عملت مع الطفلة ناتالي وبتهدى أخيرا. وبيفرح دانتي جدا لأنها قدرت تعالجها وتخرج الكيان الشرير من جسمها. ولما بترجع آن للسكن بتقف تسرح شعرها وبتفتكر لما أمها كانت بتسرح ليها، وفجأة عينيها بتألمها وبتلاقي في شعراية من شعر ناتالي وبتشدها عشان تخرجها. وفجأة الباب بيخبط وبتكون الراهبة أوفيميا وبتستدعيها عشان في تحقيق عاجل معاها، لأن إيميليا أخت دانتي انتحرت. واتضح
إن أم دانتي بلغت عنها لأنها استخدمت العلاج مع إيميليا بشكل غير قانوني من غير ما هي تكون مؤهلة، وبيبلغوها إن الطفلة ناتالي كمان حالتها بقت أسوأ وهيحبسوها في غرف الجحيم في الفاتيكان لأنها دلوقتي بقت حالة مستعصية. وده لأن الشيطان خدع آن ونصب ليها فخ، وقررت آن تعاقب نفسها وترجع تشتغل في الدير وتبعد عن المدرسة. بعد كام يوم زارها الأب دانتي وقال لها إن ناتالي حالتها بقت تسوء وجات لها انتكاسة وقتلت 3 أشخاص، وإدت لدانتي سلسلة مميزة علشان توصلها لآن. وأول ما آن بتشوفها بتعرف إن ناتالي بنتها اللي اتخلت عنها وعمرها شهور، لأنها لفت السلسلة دي على إيديها لما كانت صغيرة قبل ما تسيبها، وقررت إنها ترجع للمدرسة وكلها إصرار على علاج بنتها. والأب دانتي ساعد آن في إنها تدخل للمدرسة علشان تدخل لبنتها، وبتكون ناتالي محبوسة في غرف الجحيم تحت الأرض بسبب حالتها الخطيرة، وموجودة في زنزانة قديمة غير آدمية، وبيكون هناك مكان فيه ماء مقدس بيستخدموه لإغراق المرضى علشان أرواحهم. وبيدخلوا تحت الأرض لزنزانة ناتالي وبيلاقي مجموعة من الكهنة هناك وبيحاولوا يعالجوها عشان تهدى، وبيكون معاهم الأب ريموند. وأول ما ناتالي شافت آن بتطفي الأنوار وبتقتل الكهنة كلهم ما عدا دانتي، وبتقرب من آن وبتقول لها انت ليه سبتيني وتخليتي عني، وبيكون وشها مشوه وبتترمي في حضن أمها. وآن مستعدة تعمل أي حاجة لحماية بنتها، وقدمت نفسها للشيطان ودخل جسمها وساب جسم ناتالي. لكن الانتصار ما استمرش كتير، وبعد ما الكيان الشرير سيطر على آن بدأت تتحول بشكل بشع وبدأت تطير في الهواء، وجريت ورا دانتي وناتالي علشان تقتلهم. وفعلا بتضرب دانتي وبتروح تمسك ناتالي وسحبتها عند المياه المقدسة علشان تغرقها فيها، لكنها بتفتكر تضحية أمها علشانها. ده لما قامت وضحت بنفسها علشان آن تعيش في أمان، وافتكرت لما كافحت علشان تسيطر على جسمها وانتحرت لحد ما قدرت فعلا ترمي نفسها في البركة، والمية بتدخل الرئة وبدأت في الغرق. وبتفتكر كل ذكرياتها وكلام كوين إن القوة في الروح مش في الجسم، والمية بتغلي وبتدمر الكيان الشرير أخيرا وبيخرج من جسمها. ولحسن الحظ بيوصل دانتي وبينقذ آن وبيخرجها من المية قبل ما تغرق وتموت. وناتالي كمان قدر ينقذها بعد تضحية أمها. بعدها بتظهر آن في المستشفى بعد الحادثة، وناتالي بتزورها، وقدرت فعلا آن إنها تنقذ بنتها من قوى الشر، لكنها قررت إنها ما تعرفش ناتالي الحقيقة، ورفضت تقول ليها إنها أمها، وفهمتها إنها مجرد راهبة بتحبها وترعاها، وطلبت منها إنها ترجع لعيلتها بالتبني. وناتالي بتحضن آن وبتديها رسمة القطر على شكل كلب، وبتمشي مع أمها بالتمني. وبتكون آن حزينة جدا لفراقها مرة تانية، لكنها اطمنت عليها. بعدها بيتم تكريم آن على جهودها في طرد الأرواح، وبيتم حصولها على دراسة في الفاتيكان لدراسة علم الشياطين. بعدها كوين بيودعها كأول راهبة طاردة للأرواح الشريرة من 7 قرون بعد الراهبة كاترين، ونصحها وقال احذري من الشيطان لأنه بيقدر يعرفك قبل ما تعرفيه. وبتخرج آن من المدرسة وبتركب تاكسي وهي بتتأمل شوارع المدينة وفي طريقها للمطار، وفجأة حركة المرور بتقف وبتحس آن إن في حاجة غلط، لأن في ست بتبص ليها بصات غريبة، واتضح إنها بتتعرض للهجوم من الست اللي موجودة في الشارع وكمان سواق التاكسي، والاتنين بدأوا يهاجموا آن في وقت واحد. وبتمسك الصليب وبتستعد للمعركة، لأن الجحيم مش بيغفر ولا بينسى. لو عجبك الفيلم مش تنسى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد، مش تنسى كمان الكومنت اللذيذ.